في يوم من الأيام كان في راجل كبير السن. الراجل ده كان على سفر ودخل المسجد وصلى، وبعد الصلاة كان عايز ينام في المسجد. رفض العامل وترجاه الشيخ الكبير إنه ينام في المسجد، لكنه رفض. قال له طيب هنام مكاني هنا في موضع قدمي ومش هشغل المكان خالص، لكن برضه العامل أصر ورفض. ده كمان جره وطلعه بره المسجد. كان في شاب بيشتغل خباز وشاف الموقف وتوسم في الراجل دوت الوقار والاحترام، وعرض عليه ياخده بيته. وفعلا خده وأكرمه ونعمه وحضر له مكان للنوم، واستأذنه وسابه وراح يجهز العجين. وطول ما هو شغال الراجل الكبير سامع الخباز عمال يستغفر. استغرب الشيخ الكبير وفضوله خلاه يسأله، قال له معقول طول ما بتشتغل بتستغفر؟ قال له أيوة. قال له طب هل لقيت فايدة للاستغفار؟ قال له والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، ما عدا دعوة واحدة. قال له وما هي؟ قال له تمنيت أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فتعجب الشيخ الكبير وقال له والله لقد أجيبت دعوتك، فأنا أحمد بن حنبل وإني لجررت إليك جرة. يا ريت لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناة.